بتشوف حوالي 10-15 ثانية اللي هو قرر يوريهم لك أن الله عز وجل خلقنا درجات في العبادة. ده اللي أنت تقيس بيه طاعتك، تقيس بيه نفسك، ومش في الدين بس، في كل حاجة. طيب بعد ما أنت قلت لنا المقارنة وكده، عندك الحل إن شاء الله موجود. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. عارف انت الشعور ده اللي هو لما تيجي تفتح فيسبوك او انستجرام وتلاقي فيديو لشاب في نفس سنك كده، مثلا لابس جلابية وقاعد يدعي وراه الكعبة وشكله حلو، او بنت مثلا حاطة السجادة بتاعتها في وقت الفجر وعليها السبحة والمصحف والقهوة وشكلهم يجنن، وقتها بتبص لنفسك تلاقي انت مش اجهز حاجة ولبسك مش احسن حاجة، وانت يعني الأوضة بتاعتك مكركبة، وراك امتحان بكرة ومقصر. بس أنا كان ورايا امتحان النهاردة ومقصر، وتلاقي نفسك كده تقول يا بختهم دول قريبين قوي، إنما أنا بعيد، أنا لسه ما جيتش أصلا. فاللي أنا جاي أتكلم عنه النهاردة هو فخ المقارنة، أخطر حاجة بيقع فيها جيلنا. وجاي نشوف النهاردة هل ربنا بياخد على أساس الكادر اللي احنا فيه؟ هل المظاهر دي فعلا هي المقياس؟ وازاي السوشيال ميديا دهيت بكل اللي فيها حسستنا ان احنا مطرودين من رحمة ربنا واحنا مش واخدين بالنا. وانا جايلك من المستقبل وبقولك اعمل لايك واشتراك، وقول لنا رايك في التعليقات، وشارك الفيديو مع اصحابك عشان الفيديو مهم جدا 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 لأبعد الحدود. تمام، ويلا كمل الفيديو بقى. اول حاجة لازم تفهمها ان اللي انت بتشوفه على الشاشة ده هو مجرد سناب شوت او لقطة. بتشوف حوالي 10-15 ثانية اللي هو قرر يوريهم لك. ما بتشوفش صراعه مع نفسه، ما بتشوفش وهو واقع وبيحاول يقوم، لان السوشيال ميديا بطبيعتها في كل حاجة قايمة على التجمل. حتى في الدين، حتى في الدين كل حاجة على السوشيال ميديا قايمة على اساس التجمل، وان احنا نطلع احسن حاجة موجودة فينا. المشكلة ان احنا بنقارن كواليسنا المكركبة بعرض الاخرين المبهر، وده بيخلق جوانا نوع من اليأس. بنفتكر ان الالتزام لازم يكون شكله حلو او سينمائي زي الفيديوهات اللي بتظهر لنا. يعني لو انا في اوضتي المكركبة جيت صليت وكان ورايا امتحان بكرة وانا بصلي فكرت في الامتحان، بتحس ان صلاتك ملهاش قيمة. وده اول مسمار في نعش علاقتك بربنا. جيت تصلي جالك تشتيت او جالك اي تفكير وانت بتصلي، ستوب. تعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تجاهد نفسك انك لا تتشتت. في حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، يقول ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. خد بالك، الله عز وجل ما بيبصش على الكدر اللي انا موجود فيه. الله عز وجل يرى كل شيء، ينظر الى القلوب والاعمال. انا وقعت بقوم قلبي مستحضر ده، قلبي مستحضر ان انا لازم اتوب علشان ادخل الجنة. مش هو اللي انا لازم اصور فيديو وانا كويس وانا ساجد في المسجد وانا رايح اعمل عمرة وانا رايح مش عارف احج. لا، ده كله مفيش منه حاجة، مفيش منه فايدة. والله يعني لو انت بتجاهد نفسك، ربنا يا رب يثبتنا يا رب، وربنا يرزقنا مجاهدة النفس ويرزقنا الإخلاص في العمل. لو انت مثلا عرفت تتصور نفسك وانت بتدي صدقة وانت جواك بتقول علشان الناس تعمل شكلي وده مش رياء، فافعل ففي ذلك خير. ولكن ما تجازفش. رايح تعمل عمرة مش لازم تصور نفسك وانت قدام الكعبة. بتدي صدقة مش لازم تصور نفسك، ولو صورت ما تجيبش وشك. تمام، علشان تبقى النية خالصة لله عز وجل. تمام. الله عز وجل لا ينظر إلى الكدر، لا ينظر إلى عدد اللايكات والمتابعين وكم واحد شاف الفيديو. فاكر حكاية البنت اللي كانت مصورة السجادة بتاعتها و... والكوباية القهوة ومش عارف ايه كمان؟ دي صادقة؟ الله أعلم، ممكن تكون صادقة. ولكن في شاب تاني ما صورش نفسه، بيجاهد نفسه كل يوم، بيقع ويقوم، بيجاهد نفسه ان هو ما يعملش ذنوب،
وهو رايح شغله او جامعته بيجاهد نفسه على غض البصر، ده عند ربنا ممكن افضل مليون الف مرة من الشاب اللي بيعمل فيديوهات بينصح بها الناس، من البنت اللي بتصور نفسها وهي بتصلي، من الشاب اللي راح صور نفسه في الكعبة. ممكن يكون الشاب اللي ساب مرضاش صور نفسه وبيقع ويقوم صادق وعند الله افضل من مليون واحد بيعمل فيديوهات ينصح فيها الناس، من مليون واحد بيصور نفسه عند الكعبة، من مليون بنت مصورة نفسها وهي بتصلي. فاهم ازاي؟ للأسف احنا في مننا اتعود ان كل حاجة لازم تطلع حلوة في الكاميرا، انما الاصل واسوأ حاجة في المقارنة دي ان هي بتوصلك لنتيجة واحدة: طالما مش هعرف ابقى زيهم يبقى بلاش خالص. الشيطان الرجيم من ألاعيبه ومن خبثه بيستخدم صلاح الآخرين علشان يفسدك. اللي هو أنا طالما أنا مش نسخة من الشاب اللي راح الكعب ده، طالما أنا مش نسخة من الشاب الملتزم دوت، طالما أنا مش نسخة من الداعية الفلاني، طالما أنا مش نسخة من البنت ديت، يبقى إيه؟ يبقى أنا بايظ. واللي إحنا متغافلين عنه أن الله عز وجل خلقنا درجات في العبادة. في مننا اللي بيعمل كل حاجة، مثلا هو دلوقتي هو بيحسن قراءة القرآن، وقراءة القرآن هي اللي هتدخله الجنة، طبعا بيصلي بيعمل عبادات يعني. وفي مننا اللي صلاته هي اللي هتدخله الجنة، وفي مننا اللي صيامه هو اللي هيدخله الجنة، وفي مننا اللي قيامه بالليل هو اللي هيدخله الجنة. فيا صديقي احنا متفاوتين في العبادة. في مننا اللي بيصلي الخمس فروض ويعني طلع منها لم يكتب من كل فرض إلا 10، ولكن قد يكون بيكمل صلاته ديت بقراءته للقرآن، بسننه، بختمه للصلاة. تمام. في مننا اللي صلاته كاملة، يعني بيحاول يخشع فيها على قد ما يقدر، بتطلع بدرجة كبيرة يعني إلى الكمال، ولكن هو مقصر مثلا في باقي العبادات، في قيام الليل مثلا، في قراءته للقرآن، وفي صلاته مثلا للنوافل. في مننا اللي قيامه بالليل هو اللي هينجيه. فاهم الموضوع ازاي؟ طبعا ده كله لا يتنافى على ان الكل بيعمل اساسيات، ان الكل بيعمل فروض، ولكن في واحد بيعملها على اكمل وجه، واحد يعني ايه بيحاول بس لسه ما وصلش. فاهم ازاي؟ طيب بعد ما انت قلت لنا المقارنة وكده، عندك الحل ان شاء الله موجود. هو ايه بقى؟ وهو انك تفلتر الناس اللي انت بتتابعهم. بمعنى لو في واحد انت بتتابعه كل ما تشوفه يحسسك بالنقص، او يحسسك ان انت في حاجة ناقصة، او يحسسك ان انت قليل، ده تعمل له ايه؟ ده تعمل له ميوت دلوقتي، حتى لو محتوى ديني طالما بيحسسك بالدونية وبالنقص، ميوت لحد ما تبدأ انت تكون سوي كده شوية وبدأت يعني تنضج في العبادة، وبعدين برجع اسمعه تاني. تمام. تاني حاجة، اهتم بخبيئتك. خبيئة يعني ايه خبيئة؟ الخبيئة دي حاجة انت بتعملها محدش يعرفها، تعمل طاعة من غير ما حد يعرف، ما تصورش، ما تقولش لاصحابك، ما تنزلش، ما تجيش الساعة 2 بالليل اللي هو المفروض الناس نايمة فيه وتقول قيام الليل رحمكم الله، ما تجيش في نص الليل وتقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. ده قرآنية يا حمزة، والله عارف، ولكن يا عم نزلها الصبح، نزلها العصر، نزلها المغرب، ما تجيش الوقت انت جاي تصلي فيه وعارف ان ممكن حد يشوفك وتنزل حاجة زي كده. طاعة خبيئة تداريها عن كل شخص، تيجي تعملها ببيتك، لو تعرف تداريها عن أهل بيتك فافعل، ففي ذلك والله خير. داريها عن أهل بيتك لو تعرف، ديت بقى اللي هتخلي علاقتك بربنا ترفع. عارف الكيرف لما تيجي مثلا كيرف كده طالع وتيجي طالع كده مرة واحدة، اهي الخبيئة دي هترفع لك الكيرف بتاع طاعتك بربنا مرة واحدة. فافعل خبيئة وحافظ عليها واهتم بيها يا صديقي، ودي والله العظيم يعني حل عبقري، ولكن اللي يفهمه. تمام. وتالت حاجة انك تقارن نفسك بنفسك. مالكش دعوة بحد، مقارنتك مع غيرك والله ما فيهاش اي جدوى في معظم الاحيان. ايه ده، هو في احيان ممكن تكون نافعة؟ طب هي ايه؟ مالكش دعوة، مالكش دعوة، مالكش دعوة، خليك في نفسك دلوقتي. تمام. انك تقارن نفسك بنفسك. شوف دلوقتي انا النهاردة
صليت، طب بكرة صلاتي أحسن ولا لأ؟ لأ، يبقى في حاجة ناقصة ولازم نعالجها. أنا دلوقتي كنت كويس وبصلي الصلوات كلها، طب بكرة هل صليت، بدأت تصلي النوافل، بدأت تختم الصلاة ولا لأ؟ يبقى في حاجة كويسة وأنت ماشي كويس. لأ، يبقى في حاجة ناقصة. أنا دلوقتي بقيت بغض بصري أكتر ولا لأ؟ نفس الوضع بقى، تمام. فهو ده المقياس اللي انت بتقيس بيه نفسك. انا امبارح كنت عامل ازاي، انا بكره هبقى عامل ازاي. بس ده اللي انت تقيس بيه طاعتك، تقيس بيه نفسك، ومش في الدين بس، في كل حاجة. فاهم ازاي؟ ونيجي في النهاية عشان بس انا طولت عليكم، ان الطريق الى الله مش مسابقة جمال، ده ماراثون هتعيش عليه حياتك كلها. فانك تقارن نفسك بنفسك ده اسلم حل، انما تقارن نفسك بغيرك هتقع، غالبا يعني هتقع. فايه، ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك. ولما تيجي تقع توب، ربنا عز وجل يحبك وانت بتعافر وانت بتقع وتقوم، تمام. وافتكر ان الله عز وجل اقرب الينا من حبل الوريد، فلما تقع ارجع له بسرعه، ما تقعدش تعيط، ما تقعدش تقول انا خلاص ومعدتش وربنا مش هيقبلني. مفيش الكلام ده. توب الى الله عز وجل، والله عز وجل اذا تبت تاب عليك ان شاء الله، تمام. وبس كده يا صديقي. طبعا ما تنساش تعملنا لايك واشتراك وتنورك في التعليقات وشاركنا الافكار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.